عليكم. هذه الحلقة 11 للتوضيح أكثر وإعطاء أمثلة للتوضيح وفهم أكثر عن الحساب القمري الضائع والحساب العربي الضائع. يعني مرة كما ضربنا مثلا، مرة في 2015 احتفلوا بذكرى ولادة النبي مرتين في السنة. هل هذا يعقل يا عباد الله؟ صادف شهر جونفي وصادف شهر ديسمبر. ابحثوا في جوجل وقال لك هذه حالة استثنائية وحالة نادرة، كارثة كبيرة يا عباد الله. إذا انتظرونا للتوضيح أكثر، ونحن يهمنا رمضان الذي وضعوه بحساب القمري ولم يعدلوا ذلك الحساب، هو يحتاج لتعديل بسيط. يعني كل شهر قمري يزيد ذلك اليوم، يعني بعد اختفاء القمر يزيدون ذلك اليوم الذي نعيشه ولا يحسبونه. اتقوا الله يعلمكم الله. سنوضح ونعطي أمثلة للتوضيح أكثر. السلام عليكم.